السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد العام فاش هبطت للمغرب المره الاولى في شهر 4، بقات ليا شي يومين ونرجع لكندا، وانا نتفكر خاصني نزر بيا لداري هنايا في كندا. هادشي علاش صافي كان الحال بالليل معطل، بقينا كنديسيديو واش غنمشيو غدا لفاس. صافي بقينا الصباح بكري نمشيو لفاس. شدينا الطريق ديال فاس. وهذه هي المره الثانيه اللي كنسافر بها غير بالشكاره بوحدها، يعني كندي غير ما قل ودل. المره الاولى كانت ما بين مانيلا وسيبو، كنت قطعت الطياره غير الشكاره بوحدها بلا باليزات بلا والو، حتى الرجوع تا هو قطعت فيه غير الشكاره بوحدها. و... ولا كنت غادي من بعد الا تندم معايا الحال وبغيت نزيد الباليزه، كانت غادي خاصني نزيدها غاليه تيش. علمت راسي من ديك الساعه بانني غادي نسافر غير بالمينيموم، ما نبقاش نشري بزاف ديال الحوايج. المهم دابا نشارك معكم ان شاء الله في الفيديو في شي فيديو اخر شنو كنت شريت، هذاك الشيء المينيموم اللي كنت شريت من سيبو. واللي كيقول الكاموني كيقول الشوا، ووقفنا في الكاموني كلينا شويه ديال الشوا وغادي نشدو الطريق عاوتاني. وحنا غاديين ويبان ليا واحد السوق، قلت لبابا ضروري ما تدخلنا عليه، هو كيوري سوق الكاموني. المهم نشارك معكم شنو الاجواء وداك الشيء اللي لقيت فيه. هو راه كان صافي راه قرب يسد، كانت تقريبا مع شي 12 ولا ما عقلتش معاش. المهم لقينا صافي راه كيجمعوا الناس راه كيمشيو. نشارك معكم شنو داك الشيء اللي لقيت فيه. وانايا شريت هاد الطربوش هذا حيت الطربوشي خليته في الدار. راه ما كاينش كيصحابي لما كاين شهر 4 يكون هاد الحراره وهاد الشمس هادي مجهده. حيت انا وراي خليت ورايا في كندا كاين الثلج وكاين البرد. المصيبه هي جبت معايا في المغرب، جبت معايا حوايج ديال الصوف وجبت معايا حوايج سخان. شافتهم ماما ويتقول لي ملي كيطيح عندنا التبروري هنايا في كازا. المهم المهم هادشي اللي شريت. الطربوش كان تقريبا بواحد 20 درهم بحال هكا. ودابا غادي نكملوا الطريق. وهنايا وصلنا لمدينة تيفلت. صراحة أنا ما بانش ليا فيها شي تغيير كبير، مشيت لها تقريبا شي 5 سنين هنايا قبل. المهم بان لي انا داكشي هو داك، ما تغيرتش فيها شي حاجة كبيرة بزاف. Sortir du rond-point. Allez vers l'est. Dans 150 mètres. Au rond-point, prenez la quatrième sortie. Allez vers l'est. Prendre la direction sud sur avenue La Marche Verte, P4306. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur avenue La Marche. وحنا غاديين كنقربوا الفاس وشتات كتنقط شوية.
واخيرا وصلنا لمدينه فاس وجاني واحد الجوع مجهد بزاف. انا ما بين الحوايج اللي ما كنقدرش نصبر عليهم هما الجوع. نقدر نصبر على شي حوايج اخرين ولكن الجوع راه ما كنقدرش نصبر عليه. المهم دابا غنمشي نقلب على شي بلاصه فين Sortie et ناكل. continuez sur Rocade Sud, P5006. ومن بعد ما كليت دابا عاد غادي نمشيو نقلبوا فين غادي نباتوا. عشان من بعد نخرجوا يشوفوا دارنا فين غادي يمشيو ياكلوا، حيت هما ما تياكلوش ماكدو. انا الوحيده اللي زعليا ماكدو. فيما كنهبط المغرب كنبقى ناكل غير ماكدو ماكدو ماكدو، حيت انا في كندا ما كنقدرش ناكل ماكدو. وكتعجبني عندهم هنا هاد الجوده هادي كاينه في فاس، كتكون في الوسط ديال فاس، كتبان ليا ديما نقيه وزوينه. ومهم راه واحد الجوده راه هي طويله. واختارينا نمشيو لهاد لوطي ديال بارسينو ديال فاس. وهادو هما الطريقات اللي من الصباح هما يديك كياكلوني بانني نقيسهم كيفاش مركبين ولا. المهم في الاخر ديال الفيديو مي غادي نكون خارجه من لوطيل غادي نقيسهم ضروري. المهم حنا مشينا خدينا لي كارت ديالنا ومشينا لي شومبر تقريبا لا شومبر وحده دايره ب1000 درهم، خدينا دو شومبر. يعني 1000 درهم الليله. ولكن ما جاني حتى شي لا علاقه بين هذاك الاشارات اللي كيديروا الفيديوهات اللي كيبانوا في الاشارات بالواقع. المهم راه لا شومبر كتبان زوينه وداكشي، ولكن ما داكشي اللي كنشوفوا في الاشارات كيكون شي حاجه ما احسن. المهم غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله من بعد غنقارن معكم داكشي اللي شفت انا في الواقع وبالنسبه لهذاك الاشارات اللي كيديروا الناس. المهم هذا غير الفيديو غادي يجي من بعد، ونخليكم مع لا شومبر كيفاش دايره والفيو ديالها كيفاش دايره من على برا. من بعد ما عقمت البلاصه اللي غنحط فيها حوايجي حتى لو حتى هو كنعقمو بحال الطياره في اي بلاصه كنحط فيها حوايجي ضروري ما نعقمها. المهم خرجنا عاوتاني ناكلو حيت جاني الجوع بزاف. هاد الحوايج ما بغيتش فيهم نيه، فيما كنهبط المغرب كناكل بزاف حيت كيجيني الجوع بزاف وما كنغلاش. وان فوا كنجي لكندا كناكل عندي 2 وجبات من النهار وكنغلاض. ماشي غير انا، بزاف د الناس هنايا في كندا كياكلوش بزاف، كياكلوا 2 وجبات في النهار وتيغلاضوا. ما عرفتش هاد المعادله كيفاش كيفاش كاينه. المغرب راه عندنا حنا الفطور والغدا والكسكروت والعشاء، يعني راه كناكلوا بزاف وما كنغلاش الحمد لله في المغرب. المهم هنا هاد القهوه هذه راه جات في الدخله ديال المدينه القديمه ديال فاس. راه كيجلسوا فيها الناس نقيين، وحتى هي هاد القهوه زوينه ونقيه وماشي شي ثمن طالع، الثمن ديالها في المتناول الجميع. ملي شي واحد اللي ما عمره ما دخل الزناقي ديال فاس، راه كاين شي زناقي راه رقاقين بزاف. يعني شي واحد ملي كيكون جاي من الجهه الاخرى مقابل معاك خاصك تخليه حتى يدوز يكمل الخرجه ديالو من داك الزنقه عشان انت تمشي تدخل ليه. عرفتي راه رقاقي داك الشوارع، وما عرفتش انا كيفاش كيدخلوا داك السلعات ديالهم ولا مثلا بحال السدادر التلفازات. يعني هادشي كبير ما عرفت كيفاش كيدخلوا. وغنشارك معكم هادشي لداخل صراحه واعر. وهادشي باش كيعجبني المغرب، عندنا فيه بزاف ديال الانواع ديال بزاف الالوان. المهم عندنا بزاف ديال يعني الثقافه ديالتنا فيها بزاف الحوايج. وكيجيني شويه تقريبا بحال داكشي اللي كاين في تركيا. اللي ماشي لتركيا في الاسواق ديالهم الشعبيه حتى هو تقريبا راه دايرين بحال هكذا. فهمتوا ما عندهم هاد الطين وهاد الزخرفات تقريبا شويه بحالنا، عندهم واحد الشكل ديالهم مختلف، ولكن ملي كتشوف اون جينيرال كيبان لنا بحالهم. صراحه هاد الالوان وهاد البوفات كيشهيو كانك غير تشريهم تحطهم ديكور في الدار. انا خديت منهم 2 وخديت واحد الزربيه من هاد المحل هادي اللي غادي نهزها دابا. صراحه كتبان زوينه المهم الالوان كيعجبوني ديك الالوان اللي فاتحين بزاف وكتبان بحال داكشي القديم. المهم زوينه. خديتها تقريبا واحد ما عرفتش 600 ولا عرفتي 700 درهم بحال هكا. والمشكله اللي طرا ليا معاها ان الالوان اللي بديت نصبن فيها الالوان بداو كيطلقوا في بعضياتهم. صراحه ماشي انا اللي تكرفست فيها، ماما مسكينه اللي تكرفست فيها بقات كتصبنها. عرفتي
عرفتي شحال من مره بقينا نعاودو نصبنو فيها ونديرو فيها الخل. المهم نشارك معكم داك الفيديو من بعد. واللي عجبني عاوتاني هنايا في الزناقي ديال فاس، اي درب صغيور تلقاو فيه جامع بحال داكشي ديال تركيا تماما. كاع دوك الدروبه كتلقاو فيهم ضروري ما كتلقاو فيهم جامع الناس كيصليو فيهم. وهاد النهار كانت لعبه الكره، ما عرفتش فرق من فاس، كانت لعبه مع شي واحد اخر، وكانوا بزاف ديال الدراري في الزنقه كانوا كيتجاراو، وكان الوليز بزاف. وحنا وصلنا دابا للغيستورا اللي غادي ناكلو فيه. غنشارك معكم المنيو ديالو بالاثمنه ديالهم وكلشي. صراحه انا عجبني هنايا نقيو بزاف. واول حاجه كنمشي ناكل شي بلاصه ضروري ما كندخل الطواليت عندهم نشوفها واش نقيه. لا كانت الطواليت نقيه كنكمل ناكل عندهم، ما كانش كنجمع حوايجي وكنوض. المهم كانت عندهم واحد الطواليت صراحه زوينه. بغيت نقول هذا اللي دار لي هذا الديزاين وهذا الشكل هذا صراحه تبارك الله عليه، ما عندي ما يتسالو. المهم هذا هو الريستورون كي داير من الداخل صراحه زوين، وكيديروا فيه لانيماسيون، كيجيبوا شي واحد كيغني مره وعندهم المهم الانسترومون ديالهم وداكشي تما. المهم هذا النهار اللي مشينا ليه ما كان لا غنى لا والو. ما بين الحوايج اللي عجبوني عندهم عاوتاني هما كيجيبوا لي بلا كاملين في دقه واحده، ماشي واحد كيكوموندي حاجه حتى كدوز شويه عاش كيجيبوا لك اللي جالس حدا كيجيبوا لي لا كوموند ديالو. هادشي راه اغلبيه ديال المطاعم كيديروا بحال هكا. حتى هنايا في كندا انا غير مؤخرا كنت مشيت لواحد الريستورون هنايا، حطوا لنا البلا برينسيپال حتى دازت واحد المده واحد 10 دقائق بحال هكا عاش ما يجيبوا لنا لا سالاد. المهم كاين اللي ما كيردش البال هادشي. المهم انا خاصني كلشي يتحط في الطبله بدقه واحده، نختار كل مره ناخذ منين. وهذا الريستورون مختص بلي بوف ماتوري سكني ما عرفتش شنو تقريبا بحال القديد ديالنا، غير هو خصو يبقى في واحد الظروف، في واحد الجو، في واحد الحراره اللي توصل حتى 60 يوم. ما كيطيبش، ما يعني بحال هكا كيكون. هادشي علاش هو كيكون غالي شويه في الثمن. وهذا راه ماشي شراب، هذا راه غير السيرو باش كيطيبوه. المهم داك اللي كيديروا به الديسير ولا الله اعلم. المهم راه ماشي شراب هذا. وصافي سالا النهار ديالنا وغادي نمشيو للوطيل حتى الصباح عاوتاني نفيقوا نشارك معكم النهار ديالنا كيفاش غادي يكون. امي فقنا صباح مشينا فطرنا في هاد القهوه هادي. ما فطرناش في الوطيل علاش؟ حيت ملي كنشوف في الاشارات في الفيديوهات اللي كانوا كيديروا في انستغرام وفي تيك توك كانوا كيقول لك ليله وحده المبات ليله وحده ب 780 درهم بحال هكا، داخل فيها الفطور داخل فيها كلشي. ولكن انا ملي مشيت لقيت هاد الثمن ما كاينش. قالوا لي لا الليله وحده كتبقى ب 1000 درهم، علاش لا بغيتي الفطور كتزيدي واحد الفلوس اخرين. وملي قلت لهم علاش كديروا في الاشاره داكشي قال لك لا هاد الاسمنه راه ما عندناش حنايا نهائيا، وهادشي علاش بقى فيا الحال. ماشي على قبل الثمن، ولكن علاش كنسمعوا حاجه اخرى ملي كنمشيو كنلقاو واحد الحاجه اخرى. المهم كنا خاصنا نزيدو واحد 500 درهم باش لا بغينا نفطروا تما. اللهم مشينا فطرنا هادشي كامل هنا خدينا. تقام تقريبا واحد 189 درهم بصراحه. وقهوه كانت زوينه ونقيه حتى هي، والسيرفيس ديالها حتى هو كان نقي. من بعد ما فطرنا غنمشيو دابا للوطيل باش نهزو حويجاتنا باش نمشيو ندورو عاوتاني في المدينه القديمه دابا شي 10 ديال الصباح. واللي ما عجبتنيش عاوتاني في الوطيل ما عطاوناش البانطوفات، قالوا لنا لا الا بغيتوهم خصكم تزيدوا عليهم ولا تمشيو شي شومبر طالعه في الثمن باش نعطيكم هذاك البانطوفات. حنا بغينا باش نبقاو ندورو في لا شومبر. المهم هادو هما الدريات اللي يديكلاوني عليهم باش نقيسهم. المهم انا قصتهم دابا ما يبقاش فيا الحال. المهم دابا غنشد عاوتاني الطريق للمدينه القديمه لداخل باش نتقدى شي حوايج اخرين حتى هما نفسي فيهم نشريهم. مي عاودنا رجعنا عاوتاني للمدينه القديمه شي زربيه اخرى غنوري لكم من غنوصل لكندا ان شاء الله. كلينيك ما تخرج فيه حتى شي حاجه. شوف هي باينه
من بعد بزاف ديال الدوران جاني الجوع عاوتاني، ودابا غنمشيو ناكلو عاوتاني. واول مره غادي نشوف شي ماكدو من الداخل مبدل، يعني شفتو بزاف ديال البلدان وحتى هنا ديال كندا، يعني لا علاقه ليه ديال بهذا ديال فاس بوحدو، المدينه ديال فاس بوحدها اللي شو كيف مزوق، يعني واخا نبقى نوصف فيه تنعيا ما غاديش نوصف كيف خاصني نوصف. كي كتشوفوا مزخرف داكشي ديال العود وداكشي زوين. ومشينا لفاس ضروري ما ندوزو لسيدي حرازم. من بعد ما درنا في سيدي حرازم وخدينا شنو بغينا، ودابا غادي نشدو الطريق لكازا. واللي شحال ما جاش المغرب من نشارك معكم الاجواء هنايا، كيفاش الطريق هنا كيفاش دايره، والطبيعه اللي عندنا هنايا في المغرب.